أعزائنا الطلبة والطالبات حبايب قناة خلي حياتك معنا، أهلا بكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وانتم بألف خير وصحة وسعادة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى زي من دول السنة اللي جاية كل واحد يكون محقق أحلامه ومحقق أمانيه إن شاء الله بإذن الله. النهاردة معانا فيديو مع شباب ثالثة ثانوي، هنكمل كده معاهم كام كده نصيحة صغيرة عشان أعتقد إن هم في الفترة دي محتاجين للدعم النفسي ومحتاجين للسندة ومحتاجين لإن حد يقف بجنبهم. طيب الحقيقة أول نقطة عايز أتكلم فيها معاكم وهي الاعتماد على النفس. ابني وبنتي الفترة دي بكل صدق بكل تجرد وبكل أمانة وإخلاص هي فترة الاعتماد على النفس، بمعنى إن محدش هيطلعك من اللي انت فيه دلوقتي، محدش هيعديك ويوصلك لبر الأمان إلا انت وانتي. عشان تعتمد في الفترة دي على أي مدرس أيا كان من هو، عبقري الكيمياء، شبح الفيزياء، قاهر كذا، كيت وكيت وكيت، كل ده يا جماعة كلام ما أنزل الله به من سلطان. صدقوني أنا بكلمكم بكل صراحة. أنت دلوقتي وأنتي عامل زي الغرقان، زي اللي عايز يتعلق في الشاي. للأسف إنه كتير من الإخوة الزملاء، ربنا يصلح حال الجميع، يستغل الفترة دي أسوأ استغلال وبيلعب على وتر أعتقد إنه أسلوب مش صحيح ومش سليم، لأنك أنت محتاج وعايز أي حد يسندك وعايز حد يقف جنبك، لكن للأسف هو عايز اللي في جيبك وعايز ياخد منك أي حاجة، بس خلي بالك مش هيديلك اللي أنت عايزه لسبب بسيط، إنه السنة دي والسنة اللي فاتت واللي قبل منها وعشرات السنين ورا بيحصل نفس الأسلوب. اللي هو إيه يا أستاذ؟ أنت عايز تقول لنا إيه؟ حاضر. بيجي في الفترة دي يتقال لحضرتك، طبعا طالما هنتكلم بصراحة، في كتير من أبنائنا الطلاب بيبقى يعني ما كانش مهتم شوية، يعني كان في تقصير بصورة أو بأخرى في مذاكرته. تمام؟ قلنا نتكلم بصراحة. طيب فبيجي يقول لك تعالى أنا هراجع لك المادة، أنا هخليك تجيب الدرجة النهائية، أنا هقف معاك، أنا هسندك. كلام حلو، كلام جميل. أنت طبعا هتثق في الكلام ده ثقة كاملة وهتبتدي تسلم له نفسك خالص وتسلم له دماغك. تمام؟ يجي يقول لك إيه؟ طبعا هو استحالة يقول لك خد امتحان على المنهج كله، لأنك أنت في الحالة دي لو سمعت الجملة دي ما أنا مش عارف حاجة في المنهج، ما أنا في نقط كتير ضايعة مني، في عندي مشاكل كتير في المنهج. فيجي يقول لك إيه؟ ودي أول جزئية، امسك الباب الأولاني. طبعا أنت هتتبسط لأن الحجم والكم قليل، وبعدين هدي لك أسئلة عليه. أنت بتنفذ الكلام وتروح تمسك الباب الأولاني، وطبعا ده متفق معاك لأنك أنت مش عايز كم كبير تذاكره ومعتقد إنه الكلام ده هينفعك، وتبتدي تمسك الباب الأولاني. يجي هو يسألك في بعض الأسئلة في الباب الأول، واللي حصل في الباب الأول يلا الباب الثاني، يلا الثالث، وهكذا. وبعدين طبعا أكيد حضراتكم عارفين
ان الفيزيتا بتبقى يعني عالية، لانه اكيد هو مفهمك انه هو ده الصح، وانك انت بالشكل ده ماشي في الاتجاه السليم. بعد كده بيقول لك يلا هديلك امتحان على المنهج كامل بحاجات مسبقة وامتحانات تم اعدادها ومجهزة قبل كده، او ملزمة وفيها امتحانات محلولة وفيها اسئلة محلولة، وحضرتك بتقعد شهر او 2 دفعت الفلوس والسلام عليكم. عليكم السلام. تيجي حضرتك تطبق وتمسك لوحدك. دلوقتي انت هتبقى لوحدك تمسك الامتحان الشامل على المنهج كله، هتلاقي نفسك للأسف مش عارف تحل، وفي نقاط كتير جدا جدا انت مش عارف تتعامل معاها. الحقيقة انا شايف ان ده ما هو الا مضيعة للوقت، ومضيعة للجهد، ومضيعة للمادة. انت في غنى عن ده كله. طيب ممكن حد من حضراتكم قاعد يزعل مني دلوقتي، يا استاذ ياسر والله انت كده بتحبطنا، والله انت كده بتزعلنا منك. طب ما هو ده اللي بيحصل معانا، يعني الكلام ده غلط؟ الحقيقة يا جماعة لو انا مش عايز مصلحتكم مش هتكلم مع حضراتكم كده بكل صراحة. انا مالي؟ ايه المشكلة؟ انا واجع دماغي ليه؟ لكن هي دي المصارحة وهي دي الحقيقة، ان الاسلوب ده مش صح. وهقول لحضراتكم دليل واحد فقط. اي مدرس من دول تمام بيخش عنده في السناتر في الدروس كم من الطلبة؟ مئات. ممكن حضرتك ترجع بالذاكرة كده لأخوك أو أختك أو قريبك اللي قبل منك وتروح تسأله كان في السنتر الواحد في المجموعة الواحدة كان بيبقى فيها كم طالب؟ نتكلم بكل صراحة. ها 100 200 300 أقل أكتر؟ ماشي. النتيجة، العبرة بالنتيجة. لما نفذوا الأسلوب ده والطريقة دي كام واحد جاب النهائية في المادة؟ كام؟ هتلاقي حضراتكم إن في كل مدرسة أعداد تتعدى على الصوابع اللي بيخشوا اللي بنسميها كليات القمة أو الكلية اللي احنا بنتمناها. ها يبقى إذن في حاجة غلط، وما كناش نقول إن ده غلط ونقتحم الغلط ونصلحه ونعدله، وتصليح الغلط لازم يبدأ منكم انتوا. طيب دلوقتي يا أستاذ تنصحنا بإيه؟ أنا لما بقول لحضرتك وحضرتك الاعتماد على النفس، خلي بال حضراتكم كلمة الاعتماد على النفس دي هي إنك أنت اللي تقدر تنتشل نفسك دون الاعتماد على ياسر أو غير ياسر أو أي أستاذ. اعتمد على نفسك ونفسك فقط. إزاي يا أستاذ؟ أنا يمكن اتكلمت معاكم في الفيديو اللي فات وقلت، ويمكن بعض الناس أنا عارف إن هو ما نفذش لأنه مش متعود على ده، لكن صدقوني الطريقة دي هي أسلم طريقة تخليك تطلع لقدام. اللي هي إيه؟ أنا همسك الامتحان هبتدي أحل أسئلته أيا كان عددها، تمام؟ السؤال اللي أنا هقابله وعندي فيه مشكلة، أنا قلت لحضرتك مفيش ما يمنع إن أول 5 أو 10 امتحانات حلهم من ورا. صدقوني يا جماعة طبق ده واكتبوا لي في التعليقات بتاعتكم وأنا مستعد أرد عليها بكل صراحة. هل هيبقى فيه تغيير ولا لأ؟ جرب، أنت مش هتخسر. ما أنت جربت تمشي بالطريقة الأولانية وحضرتك الآن تشعر بأنك أنت في صراع، بأنك أنت تايه، بأنك أنت في حاجات كتير مش عارف تتعامل معاها. حضرتك جربت، إيه اللي يمنع؟ إيه السبب إنك أنت تجرب الطريقة دي برضه؟ أنا عارف إنك أنت بتقاوم الطريقة دي عشان أنت هتتعب فيها شوية وتشتغل. أنت عايز الحاجة سهلة،
هي دي الحقيقة، نتكلم بصراحة. انت عايز الحاجة سهلة وبسيطة، عايز تعتمد على غيرك، عايز حد يساعدك، عايز حد. طبعا هتقولي أستاذ واللي فاهم واللي عارف، هو اللي عنده الخلاصة، هو اللي هيخلص لك، هو اللي هينتشل، هو المنقذ اللي هينقذك من الغم والهم اللي انت فيه. الإجابة لا، لا ولا صريحة، ولا من قلبي، مش صحيح. انت اللي هتخلص نفسك من ده. اسمع ونفذ الطريقة دي، هتتعب فيها بس فيها كل خير ليك. بمعنى انا هقول اهو، اول 5 أو 10 امتحانات حلهم من ورا، وابتدي تمسك نقطة نقطة، شوف النقطة دي وجنب منك الملخص بتاعك بتاع المادة. النقطة دي 1,000,000% انت عارف انها في الباب انهون. النقطة دي حلها ازاي، وروح لحلها. لو انت ما عرفتش ازاي الاختيار ده جه، والنقطة اللي بعدها وبعدها وهكذا، يبقى جنب منك الامتحان، جنب منك الملخص بتاعك، وابتدي تعامل. امسك قلمك واستيكتك، قلمك الرصاص والاستيكه بتاعتك، واشتغل وابتدي تعامل. انت اتعب، انت اعتمد على نفسك انت، عشان ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. ما قالش ربنا رب العزه سبحانه وتعالى من احسنوا له العمل، لا يا جماعه، من احسن عملا. انت اللي لازم تحسن العمل، هي دي الطريقه الوحيده. طيب بعد كده هتلاقي نفسك، والكلام ده على فكره في كل ماده، مش في الفيزياء والكيمياء مادتنا بس، في كل المواد. بعد كده حضرتك هتلاقي نفسك كل ما بتتعامل مع الاسئله هتلاقي اعتمادك على انك انت تروح تفتح الملخص بيقل. ولو بعد كده بعد 10 امتحانات او 20 امتحان لقيت نفسك برضه بتعتمد على الملخص، مفيش مشكله، استمر. لان اكيد قدراتنا مش زي بعض. ممكن لانك انت كل واحد عارف نفسه كان بيشتغل ازاي، وكان بيذاكر ازاي، وكان بيتعب ازاي، وكان مقصر او كان مهمل او كان ماشي صح ازاي. فبلاش نتكلم في التقصير والاهمال، خلينا نتكلم في اللي ينفع حضرتك في اللي جاي. دي طريقه محترمه امشي بيها في كل ماده، اعتقد انك انت هتلاقي تحسن كبير، وهتلاقي نفسك هتكتسب ثقه بالنفس وهتطلع لقدام. طيب حاجه كمان عايز اكلم حضراتكم فيها، وهي حاجه نفسيه شويه. نمره واحد، لو جالك فكره وسواسيه نفسيه شيطانيه انك بليد، انك مش عارف تتعامل مع الحاجه، انك انت ضعت السنه دي، انك انت تايه، الحل بسرعه. وارجو ان حضرتك ممكن توقف الفيديو دلوقتي وتجيب ورقه وقلم وتكتب معايا. الحل الاولاني، العلاج الاولاني، هو التجاهل للفكره الوسواسيه اللي جات لك. يعني ايه؟ يعني انت بليد، ماشي، تقبل. التقبل والتجاهل هما أسمى وأفضل علاج للحالة اللي ممكن تكون فيها. أنا هتقبل إن أنا بليد، إيه المشكلة؟ أنا بليد عادي، أنا هذاكر عشان ما أبقاش بليد. إنما لو أنا ما تقبلتش، خلي بالك، رفضت الفكرة، أنت عشان ترفضها هتتجه لحاجة أعتقد مدمرة، اللي هي هتعوز تطمن نفسك انك انت مش بليد، انك انت لا ان شاء الله السنه دي الامتحانات هتيجي سهله، لا ان شاء الله الامور هتعدي، لا ان شاء الله انا هعرف اغش وهعرف اتصرف في الامور، لا انا هعرف امشي في اللجنه واشوف الدنيا كده اخبارها. ده كله ده تطمينات. يعني حضرتك لما بتعمل التطمين اللي هو عدم التقبل، التطمين ومحاوله انك ترفض الفكره من اساس، بتنشغل بيها وبتبتدي الفكره دي فكره ولا فكره، كانك بالظبط بتغذيها، بتديها طاقه عشان الفكره دي تتغلب عليك وتهزمك، وتفضل في افكار ودايره مفرغه
من الافكار المتتاليه اللي بتوديك لان اكيد الشيطان مش عايزك تبقى كويس، النفس والهوى، وبالتالي انت بتنزل لتحت وبتروح من سيء الى اسوأ. يبقى رقم واحد تقبل الفكره، ومن اول ما تيجي الفكره حضرتك لو انت الباب مقفول انت اللي بتفتح الباب، انت اللي بايديك انك انت لو ببساطه شديده لو حد خبط على باب اعتبر ان الفكره دي زي لص زي حرامي وجي خبط على الباب. لو انت فتحت الباب الحرامي دخل، الفكره الوسواسيه دخلت، وشيء طبيعي الحرامي لما بيخش جوه بيت بيقول يا قاتل يا مقتول، هي كده خد قوه. انما طول ما هو بره وانت عرفته انك انت فقسته وانها فكره مش سليمه وفكره سلبيه، خلاص انا مش هفتح الباب للفكره دي، هيتعب من الخط وعقلك الباطن مش هيبتدي يتعامل معاها وهيمشي. انما لو انا فتحت الباب او وردت الباب وابتديت انشغل بالفكره وابتديت اهتم بيها، انت غذيتها وابتديت انك انت تكسبها طاقه، الطاقه دي للاسف طاقه سلبيه وممكن تهزمك، وتبتدي الافكار المتلاحقه في انك انت السنه هتعمل ايه السنه دي، وانا مستقبلي ضاع، وانا كل دي افكار هتوديك في داهيه وهتخلي حضرتك تروح في حتت انت للاسف في غنى عنها. يبقى رقم واحد التقبل، تقبل انك انت انا ضايع، ضايع. مجرد ما تيجي الفكره انا مش عارف ايه المشكله، تجاهل الفكره. يبقى رقم اتنين التجاهل. رقم ثلاثة الانشغال، اكتب معايا الانشغال انك انت تصلح من نفسك. يعني انا تقبلت ان انا وحش، ان انا بليد، ان انا مش عارف، ماشي، طب ابتدي انشغل بان انا خلاص اصلح ده لما انا وحش. طب اعمل ايه؟ لو انا انشغلت بالتطمين يبقى دخلت في شارع غلط، انما تنشغل بانك انت تبتدي تصلح الفكره، يبقى عقلك الباطن ماشي في اتجاه ايجابي، مش بياخدك للاسف ويسوقك في اتجاه الافكار السلبيه اللي احنا مش عايزينها، لا ده انا عايزه ياخدني في اتجاه ايجابي. يبقى انا هنشغل بايه؟ بان انا بدل ما هحل النهارده امتحان هخليهم 2، هخليهم 3. ولما تبتدي بتدعم نفسك بانك انت تعرف الحل وتعرف ازاي جبته وازاي اتعاملت معاه، يبقى انا بفكر نفسي وبشغل عقلي. ربنا سبحانه وتعالى يا شباب ادانا العقل اللي احنا نفكر بيه، ولقد كرمنا بني ادم. يبقى عقلك لازم تستغله صح وما تستسلمش للافكار السلبيه، الافكار الوسواسيه، سواء كان افكار سلبيه او شيطانيه عايزه تنال منك وعايزه تهزمك. اتعامل مع الموضوع كانه حرامي زي ما بقول لحضراتكم، زي عدو عايز يهزمك. لا انت اقوى من اي حاجه زي كده ممكن هي تنال منك. قول لها كده، قول للفكره زي ما في المصارعه كده يو كان سي مي، انا شايف الفكره وعارفها وانها جايه تضرني، الفكره دي جايه تضرني، الوسواس ده جاي يهزمني. يبقى على طول لازم ابقى قافل الباب وابقى انا فاهم وعارف ازاي اتعامل مع دي. عايزه تدريب من حضرتك، بس على قد ما تبتدي تتقبل الفكره بسرعه وتتجاهلها بسرعه وتنشغل بانك انت الفكره دي تقبل انها تكون موجوده مش مشكله، بس ما تروحش معاها، ما تاخدكش بقى للغلط وللسكه الغلط اللي احنا مش عايزينها. اذا خلاصه الفيديو بتاع النهارده، الاعتماد على النفس هو اسهل طريق واسلم طريق لبر الامان. نمره 1. رقم 2 نواحي نفسيه، خلي حضرتك عندك تقبل للفكره، تجاهل الفكره، انشغل بالحل. حضراتكم ان شاء الله ربنا يكرمكم وربنا يوفقكم، وارجو ان كنتوا تاخذوا كلامي ده بماخذ الجد، لانه بالفعل كلام طالع من القلب، ارجو ان هو يخش قلب حضراتكم. على فكره معلش انا نسيت اقول لكم حاجه قبل ما اقفل الفيديو بتاعي معاكم شباب ثالثه ثانوي. بالنسبه لفيزياء ثالثه ثانوي كنت وعدت بعض من الشباب من تلامذتي
انه احاول انزل لهم حاجات بالنسبه للفيزياء. انا عارف ان في بعض الدروس الشباب ما بيعرفش يتعامل مع اسئلتها لسبب بسيط، انه النظري بتاعه في الدرس ده عنده مشكله، زي الدينامو، زي المحول الكهربي، زي اجهزه القياس، زي مش عايز اكتر كتير. انا هحاول ان شاء الله الفتره اللي جايه عشان وعدي مع الشباب اني ابتدي انزل الدروس دي كنظري كشرح ليها، عشان ده ان شاء الله هيساعدكم كتير في التعامل مع اسئله الدروس دي. دعمونا عشان نستمر، لايك وشير، وخليك في الخير. السلام عليكم.